السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض زي ما انتم شايفين كده احلى جاتو ريد فيلفت. النهارده هنعمله مع بعض بكل بساطة، طريقة سهلة جدا 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 لأي واحدة مبتدئة أو أي حد بيحب الريد فيلفت وعارف إنها غالية بره ومش عارف يعملها في البيت. أنا النهارده هقولك على طريقة سهلة وبسيطة جدا جدا هتعمليها بكل سهولة بكل بساطة، هتطلعي أحلى جاتو ريد فيلفت لولادك في البيت، اللي هتعمليه في مناسبة، في عيد الحب، في عيد جوازك. طبعا معروف الجاتوهات الحمراء دي بتاعت الحب. تعالي بقى واعملي زي كده، وتعالي اقول لك تعملي ايه. هتطلع معاكي التقطيعه زي ما انت شايفه كده، والتزيين حلو جدا جدا، والطعم احلى واحلى. بصي شكلها يجنن. تعالي بقى مع بعض ونشوف كل الطلبات اللي احنا هنعملها دي والحاجه بتاعتنا هتتعمل ازاي بابسط الطرق. تعالي دلوقتي احنا مع بعضينا اهو. انا جبت ايه؟ سبونج جاهز. السبونج جاهز ده صابرين، سبونج جاهز بس اسمه الريد فيلفت، لا فانيليا ولا شوكولاته. انت هتقولي للراجل كده انا عايزه سبونج الريد فيلفت. طريقته مختلفه تماما عن اي سبونج انت جبتيه قبل كده. دي علبه زبادي كبيره زي ما انتم شايفه كده، مفيش الكبيره دي، يبقى ممكن نحط 2 صغيرين. مفيش خالص، ممكن احط كوبايه لبن وعليها معلقه من الخل، هتعمل معاكي روب، يعني هيبقى عامل زي اللبن الرايب. مفيش ده ولا ده، كوبايه لبن من رايب برضو تسد معاكي في اي حاجه من الكلام اللي احنا بنقوله ده. كده معاكي كل الحلول تمام كده. معايا نص كوبايه من الزيت، يكون الزيت من النوع النضيف. طبعا انتوا عارفين الحلويات حساسه جدا، عايزه اي حاجه تكون النوع بتاعها يكون نضيف. حطينا يبقى كاس زبادي وحطينا معاهم الزيت، واحط 4 بيضات زي ما انتم شايفين اهو. كله بحراره المطبخ يا جماعه، مش عايزين حاجه من التلاجة نهائي. هنزل دلوقتي معاها ايه؟ هنزل الفانيليا. الفانيليا طبعا عشان الزفاره. اللي عندك عندك السايله حطي، عندك البودر حطي، مش هتعطلنا في حاجه. اصلا ريحه الريد فيلفت تجنن، مش محتاجه اي حاجه خالص. بس طبعا لان لازم احط الفانيليا. طبعا خلي بالك ان هتعفر علينا لو احنا اشتغلنا بالمضرب الكهربائي على طول. فانا هحاول كده اقلبها تقليبه خفيفه كده اهو زي ما شايف. بس خلي بالك اللون الاحمر ده بيبهدل الدنيا، يعني هو انت بتتعاملي كده عامليه بحساسيه، لان هتلاقي الدنيا كلها حمراء. فخلي بالك وانت بتتعاملي معاها بحساسيه شويه، وتخلي بالك من البهدله. دلوقتي انا هوقف المضرب بتاعي زي ما انتم شايفين كده علشان خاطر اجيب اللي على الحروف، لان طول ما انا بقلب بص بيعفر معايا، والحروف بتاعتها مش هتتقلب كويس لانها تقيله بصراحه، مش خفيفه زي الاسبونج العادي. هحاول انا اجيب اللي على الجوانب اهو كده، وهقلبها تقليبه كمان كده بحيث ان انا ما يبقاش فيه اي بودر في القعر خالص. كده انا جبت من تحت وجبت من فوق، وهبدا بقى الضرب قد ايه يا صابرين؟ الضرب مش هيتعدى ال7 دقايق، معاكي من 5 ل7 دقايق بس، لان مش زي الاسبونج العادي. لا مش زي الاسبونج العادي نهائي، هي اصلا مش محتاجه ضرب كتير. طبعا هي مختلفه تماما عن اي اسبونج احنا استعملناه قبل كده وتعاملنا معاه قبل كده. طبعا اللون بتاعها يعني مش محتاج خالص انك انت تزوديه الوان. انا بشوف في ناس بيحط لها اللون الاحمر. بصراحه لو انت عايزه بقى تبقى تحطي الوان، اعملي بقى الاسبونج العادي خالص بتاعك، حتى لو اسبونج فانيليا، وحطي عليه اللون الاحمر، هيديكي نفس اللون، بس مش هيبقى نفس النتيجه. بصراحه طعمها يجنن وريحتها حلوه قوي، والنتيجه بتاعتها مبهره بصراحه. يعني ما كنتش متخيله ان انا لما هجيبها جاهزه هتكون مختلفه خالص عن الاسبونج العادي. ادي احنا زي ما انتم شايفين كده، انا كده خلصت خلاص. انا جايبه الصاج بتاعي ودهناه معلقتين من الزيت، وحطيت نقطتين كده من الاسبونج عشان بس يثبت لي ورق الزبده. ونزلت الاسبونج بتاعي، بصوا خفيف ازاي. يعني في المعتاد ان احنا لما بنعمل الاسبونج بيكون الاسبونج بتاعنا تقيل، ما باجي انزله بياخد سمك كده، ومعايا وانا بنزله بحاول افرده بصعوبه. ده سايبه خالص زي ما انتم شايفين كده، مش محتاجه خالص ان انا اعملها بصعوبه. انت لو هزيتي الصاج بس كده هتلاقيها اتظبطت معاكي، مش محتاجه يعني. احاول على قد ما اقدر ان انا اسويها، وهدخلها على الفرن على طول، مش هتاخد معايا اي حاجه. بس في المعتاد عشان التسويه، عشان برضو ما انساش اقول لكم، احنا في الاسبونج العادي ان كنا عاملينه اسبونج جاهز او اسبونج عاملينه على ايدينا في البيت بياخد معانا من 10 ل 12 دقيقه. تمام كده. ده هياخد معايا من 15 ل 20 دقيقة. انا اخد معايا قد ايه تسوية؟ اخد معايا 20 دقيقة بالظبط. انا بس حبيت كمان اقول لكم على موضوع التسوية ده، ما تزوديش عن كده وشقري عليه من اول ما يبقى 15 دقيقة. ممكن من فرن لفرن يختلف، بس برضو من 15 دقيقة كده حاولي تبصي عليه عشان ما تنشفش منك.
بصي كده انا طبعا ورقه الزبده دي قليله ليا صابرين عشان خاطر البكره بتاعت ورقه الزبده خلصت مني، وما كانش عندي غير اللي هي الحته دي بس، يا دوبك كفتني يعني زي ما انتم شايفين. انا ليه حطيتها على الوش ده؟ لانها بتشيل، شايفه في حته بتلمع كده، ده التلزيق بتاع البيض اللي هو بيبقى الوش بتاع الكيكايه نفسها. طبعا ده بدل ما انا ما اقعد اشيله او اكحتها، انا بعمل ايه؟ بحط ورقه الزبده عليها وببدا اشيل، بتبقى هي لسه سخنه، بتلزق معايا كل الوش ده وبيطلع في ورقه الزبده. وزي ما انتم شايفين كده وهي برضو لسه سخنه، قلبتها على الوش التاني وبحاول ان انا اشيل الورق الزبده. بصوا هتلاقيها بتدخن سخنه لسه، ما استنيتش عليها انها بتبرد. لو استنيت عليها انها تبرد انا مش هعرف اخلع منها الورقه، ولو جيت خلعتها هتكسرها وهتشوهها، هيبقى شكلها مش لطيف خالص. فانا بحاول على قد ما اقدر ان انا اشيل الورقه بتاعتها وهي سخنه وبظبطها، وبعد كده ببدا ان انا اغطيها زي ما انتم شايفين كده لحد ما تبرد تماما. بغطيها ليه؟ بغطيها عشان ما تنشفش. هنعمل مع بعض دلوقتي الكريم شانتيه بتاعنا. انا جبت ربع كيلو من الكريم شانتيه، هحط عليه كوبايه من السكر، كوبايه شاي صغيره اللي هي 200 مللي دي، هي حوالي 5 معالق من السكر تقريبا، يعني 5 معالق كبار من السكر. وهنزل عليها كوبايتين من الميه ساقعين متلجين يعني. ولو احتجت هحط، لكن انا عايزه القوام بتاعها بصراحه عايزاه تقيل مش عايزاه خفيف، لان لا هحط في فريزر ولا هطلع من فريزر ولا اي حاجه خالص، والجو كده كده الجو ساقع، فانا مش عايزه ان انا احطها في الفريزر والكلام ده كله، فانا هخلي الكريمه بتاعتي متماسكه على طول. هبدا بقى اقلب الكريمه، وادي كده السمك اللي انا عايزاه هوريه لكم دلوقتي. كده انا خلصت خلاص. بصوا بقى السمك هو ده اللي انا عايزاه، مش عايزاه اخف من كده ولا اتقل من كده. وخلي بالك ان الاسبونج احنا مش بنسقيه تماما، الاسبونج بتاع الريد فيلفت انا ما سقيتهوش ومش هسقيه. يعني انت لو بتعمليه لنفسك في البيت خلاص كده، انا شلت الورقه زي ما انتم شايفين اهو، انا شلت كل الزفاره اللي كانت عليها. بصي لسه بتلزق اهي اهو، خلاص كده انا هرميها، طلعت الوش وملهاش لازمه كده. هبدا بقى ان انا اقطع الاسبونج ده نصين. انا عملتها بالنظر، انت عايزه تجيبي بقى مسطره وتهندمي وتقصيها، بصراحه انت حره. انا مش ببيع، انا اللي انا بعمله ده بعمله لنفسي ولبيتي. فانا طبعا لو هبيع وفيها مكسب انا هقيس، عشان خاطر طبعا المقاسات والحاجات دي بتفرق في البيع والشراء، لكن انا عشان مش هبيعها فانا عملتها بالنظر كده، والحمد لله برضو طلعت مظبوطه معايا. بصوا بقى الطراوه بتاعتها عامله ازاي، بصوا طريه قد ايه، بصراحة ناجحة 100% وجميلة جدا جدا. عايزة اقول لكم ان طعم الكيك نفسه فيه مزازة كده تحفة، ما شفتهاش وما دقتهاش قبل كده بصراحة غير في الجاتوهات والحاجات بتاعت الريد فيلفت الجاهزة بره. وما تخيلتش ان انا لما اجيب الاسبونج الجاهز هيديني نفس النتيجة بتاعت الجاتوهات اللي بشتريها من بره بصراحة. انا بستعمل دلوقتي كيس الحلواني ان انا اوزع بيه الكريمه عادي، عايزه تنزلي الكريمه وتفرديها بالطريقه اللي تعجبك برضو عادي. انا حبيت ان انا اعمل الجاتوه بالطريقه دي علشان خاطر يبقى كل الطبقه متساويه مش اكتر. برضو انا بشتغل كده وبشتغل كده، انا مش عايزه اوريك ان الموضوع فيه احتراف ولا حاجه، عادي الطريقه اللي تريحك اشتغلي بيها. انا كمان بشتغل باي طريقه اللي يريحني بعملها، فانت كمان اللي تريحك اعمليها. انا كل اللي بعمله ان انا نزلتها عشان تبقى كلها واخده سمك واحد ومقاس واحد، لانها بتفرق بالذات في الجاتو، لان احنا مش هنغطي الجناب، الجناب بتاعتنا بتكون باينه، فانت لما تكون الجناب باينه ويكون السمك بتاع الكيكه مظبوط بتبقى شكلها الطف كتير. العين طبعا بتاكل قبل ما بطن ما بتاكل، يعني عايزين برضو الحاجه برضو يبقى لها شكل شيك شويه. انا بس كل اللي بعمله ان انا بساوي بس الكريمه كده، عشان لو في جنب مايل شويه عن الجنب فبحاول ان انا اسويها مش اكتر. زي ما انتم شايفين كده انا بستعمل السكينه، والله عندي الاسباتيولات البلاستيك وعندي الاسباتيولا العاديه عندي كده، بس انا بحب السكينه دي، انا عندي حتى بستعملها في كل حاجه. انا عندي شنطه السكاكين اللي هي القطيفه الكبيره دي، ما بستعملش منها حاجه غير هي السكينه دي، انا حباه. انت بقى اشتغلي بالطريقه اللي تعجبك، انت حر، انا ما عنديش مشكله خالص في الطريقه، اهم حاجه عندي النتيجه. كده انا خلصت الطبقه بتاعه الكريمه، هبدا ان احط بقى الاسبونج الطبقه التانية اهو. بس اللون يجنن بصراحه، شكلها حلو جدا، تقدري تعمليها في عيد الحب، تقدري تعمليها في عيد جوازك، تقدري تعمليها في اي مناسبه تكون بتحبيها، يعني تقدري تعمليها هتبقى جميله جدا جدا جدا. برضو هعمل بنفس الطريقه بتاعه كيس الحلواني، هوزع بيها الكريمه برضو اهو
انا ما استعملتش اي بتاع دوت بلبله من اللي هي الاشكال دي في الجاتو خالص. كله بالكيس الحلواني من غير اي اشكال. انا مجرد بس ان انا هسوي الطبقات زي ما انت شايفه كده. طبعا ده هيبقى الوش بتاع الجاتو. انا مش محتاجه ان انا اسويه تسويه يعني محترفه، انا بس كل اللي انا عايزاه انها ما يبقاش في جنب عالي وجنب واطي، لان كده كده في طبقه تانية من الكريمه هوريها لكم دلوقتي انا هعملها ازاي، وهي دي هتبقى التفنيشه بتاعه الجاتو. فانا كده كده مش محتاجه التسويه قوي او الشكل يكون مهندم قوي، كل الحكايه بس انها تكون متساويه، لا جنب عالي ولا جنب واطي. طبعا في مقطع كده، انا المقطع ده هوريهولكم دلوقتي انا عملته، بس طبعا المقطع ده مش موجود، بس انا هقول لكم برضو انا عملته ازاي. دلوقتي انا دخلتها التلاجة وطلعتها، قعدت حوالي نص ساعة بس مش اكتر، لمجرد بس ان الكيك بتاعتي تبقى مظبوطة واعرف اقطعها. دلوقتي انا عندي ريد فيلفت، قطعة من الريد فيلفت، خدت الحرف بتاعها بشرته زي ما انتم شايفين كده. الروزيتات دي بكيس الحلواني من غير اي بلبلة ولا اي حاجة خالص. انا يعني كده زي ما انتم شايفين كده، انا حاولت اعملها بشكل عشوائي وبشكل بسيط، مش محتاج احترافيه ولا محتاج انك انت تقولي ما بعرفش امسك الكيس، ما بعرفش اطلع الشكل مظبوط. بسيطه خالص 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 زي ما انت شايفه كده. وانا بصراحه كان عندي ال اللون الاحمر من الفراوله، كان عندي مربى فراوله يعني، وكان عندي كمان صوص فراوله، عندي حاجات كتير ممكن كنت احطها بس انا ما رضيتش احطها. انا دايما لما كنت باكل الريد فيلفت جاهزه كنت بلاقي الشكل ده اللي هو الكيك المفرول ده على وش الكيكايه من فوق، فبصراحه لقيتش اشيك ولا ابسط من كده، عشان كده انا عملتها بنفس الطريقه اللي انا حباها. حاولت على قد ما اقدر بقى وانا بقطع ان انا ما اخدش منها كتير وما كنتش ما بوظش الدنيا ولا بوظ الشكل يعني. بصي كده انا خدت حرف خفيف كده خالص، بص من تحت متساويه مش بايظه. انا بس هي عشان كده انا حطيتها في التلاجة مجرد بس نص ساعه انها تكون متماسكه بس عشان اعرف اقطعها، لا فليزر ولا اي حاجه خالص. الموضوع كله ما اخدش معايا حوالي ساعة ونص وكنت مخلصة كل الكلام اللي انتوا شايفينه ده، يعني 10 دقايق انا كنت مخلصة الكريمة ومسوياها في تلت ساعة. يعني انت لو بصيتي على الموضوع كله مش هتلاقيه خد مني وقت. عملت معايا 10 قطع، عملت معايا 10 قطع حلوين جدا جدا. انت لو اشتريتيهم من بره مش هتشتريهم بكام، غالي جدا، بالذات الريد فيلفت غالي جدا 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 بره. فانت لما تعمليها وبالمنظر ده لوحدك في البيت تبقى تحفه. وادي الشكل النهائي زي ما انتم شايفين كده، وادي العدد بتاعي ال10 قطع اللي اتقطعوا. بألف هنا وشفا للي يجربها، بجد هي حلوه قوي ومختلفه عن اي سبونج انت اشتريتيه وعملتيه قبل كده، ولا الفانيليا ولا الشوكولاته. الطريقه مختلفه، المقادير مختلفه، الطعم كمان مختلف. جربيها ومش هتندمي. وما تنسينيش في اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلك مني كل جديد، وخلي بقى لايكات كتير 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 عشان يوصل لكل حبايبك وحبايبي انا كمان، عشان خاطر المشاهدات بتاعتي تزيد. وده الشكل النهائي زي ما انتم شايفين كده. انا حاولت ان انا اوصله قريب من الكاميرا عشان تشوفوا كمان الشكل قد ايه هو بسيط وسهل اهو. جربيها وقولي لي في التعليقات ايه رايك.